السلام عليكم ورحمة الله. وصفتنا اليوم هي كيكة الشوكولا الهشة. طريقة جدا سهلة، ما أخذت أي وقت ولا مجهود. طعمها كلش طيب وأكيد راح تعتمدوها. بس بالبداية إذا أول مرة تشوفون قناتي أتمنى تشتركون بالقناة وتسوون لايك لهذا الفيديو حتى كل ما أنزل فيديو جديد يوصلكم أول بأول. بالبداية أنا استبدلت السكر بالعسل الأبيض. ممكن تستخدمون السكر نصف كوب، بس أنا استخدمت العسل حتى نوعا ما أقلل السكريات. فيعني ضفت نصف كوب من العسل الأبيض، نصف كوب من الماء بقد مقدار العسل، ملعقة كبيرة من الزبدة مثل ما تشوفون بالفيديو. خليتها على النار وحركت إلى أن ذاب عندي الزبد والعسل الأبيض. تكون درجة حرارة معتدلة مو حارة. بعدها راح أضيف البيضة. ضفت بيضة واحدة فقط وحركتها حتى يتجانس مع الخليط. أحركه كلش زين حتى ما يظل أثر للبيضة. بعدها راح أضيف ملعقتين كبار من الكاكاو والبودرة. بعدها ضفت كوب من الدقيق، ظرف من الفانيليا 12 غرام. حركت المكونات حتى تتجانس عندي الخليط. كلش مهم انه تنخلوه حتى ينطي هشاشة للكيكة. راح احركه حتى يتجانس، يصير عندي خليط املس ما بيه اي تكتلات. هذا قوام الكيكة. بهاي الأثناء أني فاتحة الفرن على درجة حرارة 180 من أعلى وأسفل حتى يحمى. بعدها بقالب دهنته بالزبدة وشوية من الدقيق وضفت الخليط. من دخلت الفرن خليتها على درجة حرارة 175 من أعلى وأسفل. أخذت 35 دقيقة. لتحضير الصوص خليت 50 غرام من الشوكولا، نصف ملعقة من الزبد، 4 ملاعق من كريمة الطبخ، ممكن تستبدلوها بالحليب. ذوبتها على النار وخليتها على الكيكة. زينتها بشوية من الفستق الحلبي، انتو لكم حرية التزيين. كانت كيكة كلش طيبة كلش هشة. ممكن تستبدلون العسل مثل ما قلت بالسكر، لكن بالعسل طلعت كلش هشة وأنصحكم تجربوها. أتمنى عجبتكم وصفة اليوم واستمتعتوا بيها، وألف عافية مقدما لكل من حيجربها. بس لا تنسون تسوون لايك لهذا الفيديو واشتراك بالقناة حتى كل ما أنزل فيديو يوصلكم أول بأول. مع السلامة.